ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ أم... النهارده هنبدأ بقى الكودينج سيشنز بتاعتنا بعد ما فهمنا الكلام النظري، يعني ايه نودز، يعني ايه ببلشر، ويعني ايه سبسكرايبر نود، يعني ايه توبيك، ويعني ايه مسج، والكلام ده كله. هنبدأ بقى نطبق الكلام ده في كودينج سيشنز، وهنكريت نودز جديدة، وهنكريت ببلشر وسبسكرايبر نودز، وهنحاول ان احنا نلم كل الثيوريتيكال نوليدج اللي احنا قلناها في الفيديوز اللي فاتت في الكودينج سيشنز ديت بشكل عملي. وبعدين هناخد النوليدج دي نطبقها بقى على روبوت، ونفهم اكتر ازاي الموضوع بيشتغل في روبوتكس، او ازاي الروبوتكس سوفت وير ديفلوبمنت بيحصل. طيب، اول خطوه بقى عشان نبدا السيشنز بتاعتنا، هو ان احنا محتاجين نكريت ورك سبيس. محتاجين نكريت ايه؟ ورك سبيس تكون جواها باكجز compatible مع روس 2. طيب، الورك سبيس بتاعت روس 2 بتتكون من 4 مين فولدرز. الفور مين فولدرز دولت هم السورس فولدر، والبيلد، والانستول، واللوج. طيب، اللي انا بس بقدر ان انا احط فيه ال 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 الكود بتاعي، او اللي انا بلمسه في الديفلوبمنت، في العموم، هو السورس فولدر بس. لذلك هنكريت السورس فولدر دلوقتي زي ما احنا شايفين، وبعدين هخش جوه السورس فولدر. دلوقتي انا عملت كريت للسورس فولدر، بعدين هحتاج ان انا احط جواه شويه حاجات السورس فولدر ده عشان يكون لي الروس باكج بتاعتي. طيب، عشان يكون لي الروس باكج بتاعتي في برضو جوه السورس فولدر ستراكشر معين، وهو شويه فايلز كده روستو بيعملها، زي مثلا فايل اسمه package XML اللي هو بيوصف الديبندنسز اللي احنا عايزينها. فايل اسمه setup.py، فايل setup.config، ده اللي بيخلي روس واي راننج يعرف فين النودز اللي هيروح يبص عليها، الكلام ده كله. طيب، وعندنا فايلز هتظهر دلوقتي لما نعمل بيلد للورك سبيس كلها. لما نعمل بيلد للروس 2 ورك سبيس كلها، هنلاقي فايلز بتظهر زي البيلد والانستول واللوج، اللي هنشرحهم بريفلي، اللي هم بيكون فيهم حاجات غالبا مش هنلمسها او هنبص عليها اصلا طول السيشنز، ولا حتى لما بنعمل ديفلوبمنت. مينلي السورس فولدر هو اللي بنبص عليه. طيب، دلوقتي احنا كده عملنا كرييشن لباكج، وزي ما انتم شايفين فوق على الشمال عندنا الباكج بقى اسمها ماي روبوت. الباكج ماي روبوت دي جواها dependencies. الديبندنسز ديت زي مثلا ار سي ال باي وستاندرد مسجز. الار سي ال باي والستاندرد مسجز دولت هم dependencies راس 2 بيستخدمهم. على سبيل المثال، مثلا standard messages دي انواع المسجز اللي انت عايز تبعتها ما بين النودز. let's say مثلا integer numbers او float numbers او كل الكلام ده. والار سي ال باي ده هو البايثون بس بتاع روس، البايثون اللي روس بيستخدمه عشان اقدر من خلاله ان انا اعمل بايثون نودز، اكتب نودز ببايثون يعني. تمام. طيب، زي ما قلت مثلا الباكج اكس ام ال، باكج اكس ام ال ده بيكون فيه الديبندنسز اللي انا محتاجها. الديبندنسز اللي انا محتاجها اللي هم مثلا، هنشوف مثلا الديبندنسز اللي انا محتاجها هي الباكج اكس ام ال. جوه الباكج اكس ام ال هم الار سي ال باي والستاندرد مسجز. طيب، ايه الخطوه بقى اللي بعد كده؟ خلاص created السورس، وكرييتد الباكج اللي جوه السورس فولدر. دلوقتي لازم اعمل بيلد للباكج بتاعتي عشان اقدر بعد كده ارنها في الروس كروس 2 بقى ورك سبيس، او كروس 2 باكج. طيب. طيب، ايه هو اصلا كولكن ده، او ايه هو كولكن بيلد؟ كولكن بيلد ديت اختصار لكولكتيف كونستراكشن. ديت هي البيلد تول اللي روس بيستخدمها عشان يعمل بيلدينج للباكجز بتاعته باختصار. وده اللي احنا محتاجين نعرفه بس مش اكتر، يعني مش محتاجين نخش في تفاصيل ايه كولكن بيلد وكده. هو دي التول اللي روستو بيستخدمها عشان يعمل بيلدينج للباكجز بتاعته. طيب، بعد بقى ما بعمل بيلد، بقوم عامل سورس للانستول. source install setup.bash. يعني ايه source install setup.bash؟ يعني بعمل sourcing، بقول للتيرمينال ان الانستول
فولدر بتاعي هو ده، وهو ده اللي روستو بياخد منه while it's running. يعني لما مثلا بران نود، روستو بيروح، يعني مثلا لما بعمل بيلد وران نود، روستو بيروح للانستول فولدر ده و يران منه الاكسكيوتبلز اللي فيه بقى، بيران الفولدرز او الفايلز او الكودز اللي جواه، ويران الاكسكيوتبلز اللي فيه. بس ده الهدف من الانستول فولدر. طيب عملنا بقى كده سورس انستول، كده دلوقتي بقينا جاهزين ان احنا نبدأ نبني اول نود بتاعتنا، ودي اللي هندسكس او دي اللي هنتكلم عليها في الفيديو اللي جاي.